أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. هو في حد بيفهم لغة الطيور؟ طبعا، سيدنا سليمان عليه السلام، وكان بيسمع كلامه. آه، ربنا أنعم على سيدنا سليمان بنعم كثير. كان قوي وعنده سرعة بديهة، ده غير إنه ورث من سيدنا داود العلم والنبوة، وربنا علمه لغة الطيور. يعني كل ما يسمع صوت الطيور يفهم هما بيتكلموا عن ايه. وفي رواية بقى بتقول إن سيدنا سليمان عدى على عصفور عمال يلف حوالين عصفور، فقال لأصحابه: عارفين بيقول لها إيه؟ فقالوا: بيقول إيه؟ سيدنا سليمان قال لهم: بيخطبها لنفسه، وبيقول: لو اتجوزتيني سأسكنك في أي غرف دمشق أنت عايزاه. سيدنا سليمان كان عنده زوجات كتير، وبرضه ده ورثه من سيدنا داود. ففي يوم من الأيام قال لأصحابه: أنا هدخل على 100 امرأة، كل واحدة منهم هتحمل مني ولد، ولما يتولدوا ويكبروا هيكونوا كلهم فرسان يقاتلوا في سبيل الله. فصاحبه قال له: بس قول إن شاء الله. لكن هو نسي وما قالش إن شاء الله. إن شاء الله فلم يقل. في حديث قال 60 امرأة، وحديث قال 70، وحديث قال 90، وحديث قال 99، وحديث قال 100، وكلها أحاديث صحيحة. فما فيش ولا واحدة فيهم أنجبت، إلا واحدة بس ولدت نصف إنسان، يعني إنسان غير مكتمل. ولو كان قال إن شاء الله كان ربنا رزقه فعلا 100 فارس يقاتل في سبيل الله. فسيدنا سليمان حصلت له خيبة أمل وفتنة واختبار من ربنا في الطفل اللي مش مكتمل، وكل ده ما حصلش عشان ما قالش إن شاء الله. لما سليمان شاف إن اللي كان عايزه ما حصلش، حاسب نفسه وراجعها وعرف غلطه وتاب واستغفر ربنا، وطلب من ربنا طلب غريب جدا. طلب إيه؟ قال: يا رب وهبني ملك محدش شاف زيه ولا أخد مثيله غيري، لا قبلي ولا بعدي، ملك يكون لي أنا بس. فربنا استجاب له ورزقه بجيش مش زي أي جيش. مفيش حد على الأرض إلا قيام الساعة هيمتلك ملك ولا جيش زي جيش سيدنا سليمان. ليه بقى؟ لأن كان عنده جيش من الجن، وجيش من البشر، وجيش من الطير، وربنا علمه لغات كل المخلوقات دي. فكان بيخرج للجهاد لنشر التوحيد، لأنه كان ملك للأرض ونبي في نفس الوقت. هو زي سيدنا سليمان يطلب ملك الدنيا، والمعروف إن الناس المتعلقة بالدنيا هي اللي بتطلب ملك الدنيا. هو طلب ملك الدنيا ساعتها مش عشان المقصود الدنيا خالص، هو كان عايز يعرف إن ربنا قبل توبته ولا لأ. فكأنه بيقول لربنا كده: يا رب ادينا علامة إنك استجبت وقبلت توبتي. طيب ليه يعني يقول إن محدش بعده ياخد نفس ملكه؟ إيه الفكرة؟ المقصود إن الملك اللي هتديهولي يكون بتاعي، محدش يقدر ياخده مني، اللي هو علامة نبوته بين الناس، فيكون حاجة خاصة بيه تخصه عن كل البشر. وفي يوم من الأيام سيدنا سليمان رجع مع جيوشه من الجهاد، سمع صوت بيقول: كل النمل يجري على الجحور بسرعة، أحسن سيدنا سليمان وجيشه يدوسوا علينا ويقتلونا وهم مش واخدين بالهم. لما سيدنا سليمان سمع كلام النملة الضعيفة اللي يدوب باينة من الأرض، ابتسم
وبيضحك من اللي قالته. ابتسم وهو سعيد من كلامها، وحس بعظمة النعمة اللي هو فيها، وحس بخضوع وخشوع وتواضع لجلال الله ورزقه وكرمه معاه وفضله. ودعا ربنا إنه يلهمه حسن شكر النعم اللي أنعم بها عليه وعلى أبويه، دي بالعمل الصالح والعبادات. أنعم الله عليه بالملك، وأنعم عليه بأنه علمه لغة المخلوقات، فلو ما كانش يعرف لغتهم ما كانش فهم كلام النمل. سيدنا سليمان كان بيحب الجهاد في سبيل الله جدا، فكان بيستعمل الخيل في الجهاد لأنه كان بيحب الخيول جدا. وفي يوم من الأيام عرض جنوده الخيل عليه زي استعراض عسكري كده، ففضل يتابعهم ويتفرج على جمالهم وهو منبهر بصنع الله وجمال النعمة اللي بين إيديه. فضل معاهم طول اليوم وهو مش واخد باله خالص من الوقت، لأن عرض الخيول واختبار مهاراتها وتدريبها بياخد وقت. فلما الشمس غربت سيدنا سليمان انتبه إنه عدى وقت الذكر بتاعه. ما قالش خلاص بقى، ما هو ربنا غفور رحيم، وده كان غصب عني وما أخدتش بالي، وراح عدى الموضوع ببساطة كده. لا، قال: أنا اتلهيت في حاجة بحبها ونسيت ذكر ربنا. وفورا قام وقال لجنوده: رجعوا لي الخيل تاني. فالجنود رجعت له الخيل، فلما رجعوها نزل عليها بالسيف يضرب السيقان والأعناق لحد ما قتل الخيل كلهم. اهدى. طيب والخيل ذنبها ايه؟ مش هو اللي نسي؟ عشان كان بيحب الخيل جدا، وحبه ليها وطول متابعته ليها ولجمال وقفتها ورشاقتها ولياقتها خلاه ينسى ذكر ربنا، وقتلها عشان يعاقب نفسه ويعلمها إن المرة الجاية اللي هتنسى فيها حق الله عز وجل بسبب أمر دنيوي هي بتحبه هيتخلص منه إرضاء لله، عشان تتعلم ما تكررش الموضوع ده تاني معاه. فلما سليمان عليه السلام ترك الخيل لله، ربنا عوضه عنها بنعمة أعظم منها. عوضه عز وجل بنعمة تسخير الريح. سخر له الريح تكون تحت أمره، تنقله هو وجنوده من مكان لمكان عشان تبقى أسرع من الخيل. ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. ملحوظة: هناك خلاف في التفسير على هل سيدنا سليمان ذبح الخيول أم مسح فقط عليها، ورأي الشيخ الشعراوي بعدم ذبحه للخيول، والله أعلم. في يوم من الأيام سيدنا سليمان كان بيتابع جيوشه، فلما وصل لجيش الطيور ملقاش الهدهد. سيدنا سليمان استغرب، هو راح فين يعني؟ المفروض يكون هنا في مكان. فقرر إنه هيعذبه عذاب شديد أو هيذبحه لأنه ما استأذنوش. إلا بقى لو كان الهدهد عنده سبب مقنع لغيابه عنه بدون إذن، فساعتها يعفي عن عقابه عشان ما يكونش ظلم. وفجأة كان فضل باصص على السماء، الهدهد جه. يا ترى هيحصل ايه للهدهد؟ الهدهد راح لسيدنا سليمان وقال له: أنا عرفت معلومات أنت ما تعرفهاش، وجايب لكم أخبار غريبة وما فيهاش أي شك أو إشاعات، مع إني يعني هدهد صغير وضعيف، وأنت نبي وملك وعندك كل الجنود دي، فأنا عندي معلومات خفيت عنك. أنا كنت في مملكة سبأ ولقيت حاجة غريبة جدا. هو لقى إيه؟ قال: لقيت الحاكم اللي بيحكم المملكة امرأة مش راجل،
وهي غنية جدا وعندها من أسباب القوة والملك، وكرسي العرش بتاعها عظيم جدا. لا بقى، معلش أنا ست ولازم أرد على كلام الهدهد ده. وإيه المشكلة يعني؟ عمرك شفتي نبي امرأة؟ لا. طب عمرك شفتي رئيس دولة امرأة؟ برضو لا. أقول لك بقى ليه. ربنا خلقنا بطبيعة وتكوين، وخلق الراجل وخلق الراجل بطبيعة وتكوين مختلف عننا، وكل واحد مننا ليه مهام غير التاني. الستات مثلا رقيقة قوي وعاطفية وحنينة، ومشاعرها هي اللي بتتغلب عليها أكتر من عقلها. إنما الراجل قوي في بدنه وقوي في تحمل الصعاب، وبيعرف يتغلب على عقله، بيعرف يقود الجيش، وربنا اللي اختصهم بالمزايا دي. وحتى في شريعة الإسلام المرأة لا يجوز إنها تتولى الرئاسة أو القضاء. لا معلش، بس احنا أقوياء قوي. آه، جدا بقى كمان. بس قوتنا مختلفة. قوتنا في النجاح وإنك تعملي كارير لنفسك. قوتنا في التربية والحمل والرضاعة والسهر والتعب. قوتنا في إننا نقدر نعمل مليون حاجة في وقت واحد، وده الراجل ما يقدرش أبدا يعمله. قوتك في نجاحك لشخصيتك وفي حياتك العملية والعلمية. قدرتنا وقوتنا في المكان المناسب اللي ربنا اختصه لينا وميزنا بيه. وما تنسيش إن الإسلام لم ينتقص أبدا من قدرات المرأة، بالعكس، ده ديننا هو اللي كرم المرأة. فطبيعي جدا إن الهدهد يستغرب من الموضوع ده. بس الهدهد شاف فساد تاني أخطر منه. الهدهد كان متضايق قوي وقلبه متقطع، وقال: أنا لقيتهم بيسجدوا للشمس من دون الله. دول مش بيسجدوا لربنا. ربنا اللي خلق السحاب ونزل منه الأمطار المستخبية فيها، وشق الأرض وطلع منها النباتات المستخبية جوه الحبوب تحت الأرض بعيد عننا. كل ده ربنا أخرجه لنا من المخابئ عشان ناكل ونشرب ونشبع ونعيش في أمانه ورزقه الواسع. مملكة سبأ دي كانت آية في الجمال، فيها الأشجار والأنهار وفاكهة. بس برغم جمالها ده، الهدهد أول ما شاف ربنا بيعصى وبيكفر بيه نسي كل حاجة، ورجع لسيدنا سليمان عشان النبي هيقدر يتصرف ويغير الوضع ده. سيدنا سليمان لما سمع كلام الهدهد قال له: هنشوف انت صادق فعلا ولا بتكذب وبتقول القصة دي عشان تهرب من العقاب. بس هو ليه قال كده؟ انت لما حد يقول لك معلومة انت ما تعرفهاش، المفروض تستنكرها وتقول له: لا، ما فيش الكلام ده. لا طبعا، ما ينفعش مهما كنت شايف نفسك متعلم ودارس وعارف، والشخص اللي بيقول لك المعلومة في وجهة نظرك ملوش أي وزن علمي، ما تقولش أنا عمري ما سمعت الكلام ده والكلام ده غلط، وانت بتفتي وعكاك وتبدأ بقى تجادل من غير حتى ما تكلف نفسك تدور هل كلامه صح ولا لا. والموضوع ده حصل مع واحد من العلماء لما سمع عن مسألة شرعية معينة، فقال باستنكار: أنا أول مرة أسمع الكلام ده مش صحيح. فصاحبه قال له: أنت جمعت العلم كله؟ فالراجل اللي صاحب علم قال له: لا. فصاحبه قال له: فهل جمعت نصفه؟ قال: لا. فقال له: خلاص، اعتبر المعلومة دي في النصف اللي انت ما تعرفوش، وهو اللي طلع كلامه صح مش العالم. سيدنا سليمان قال له: خد رسالتي ووصلها لهم وهتشوف رد فعلهم ايه.
الهدهد أخذ رسالة سيدنا سليمان وسافر لمملكة سبأ، ورمي الرسالة وطار بعيد وقعد يراقب. فالملكة فتحت الرسالة وقرتها وأمرت باجتماع الوزراء. اجتمع الملأ وقالت لهم: يا جماعة، أنا وقع قدامي رسالة، ولما فتحتها لقيتها من سليمان الملك المعروف، كاتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أدعوكم للإسلام لله رب العالمين، فأسلموا لله وتعالوا منقادين مستسلمين له عز وجل، تاركين عبادة الشمس وكل ما أنتم عليه من شرك ومعاصي. فقالت لهم: إيه رأيكم في الموضوع؟ أنا مش هاخد أي قرار غير لما تقولوا رأيكم. فقالوا لها: إحنا أقوياء وعندنا قوة تحمل وهنقدر نقاتل لو عايزة تعلن الحرب، ولو عايزة السلام معاه وعدم الدخول في حرب فبراحتك برضه. شوف اللي انت عايزاه واحنا تحت أمرك. فقالت لهم: بصراحة كده، الملوك لما بيدخلوا بلد بيخربوها بالحرب وبيذلوا حكامها وأشرافها وسادتها، فخلينا نبعت له هدية كده ونشوف هل هو من طلاب الدنيا وبيرضيه الهدايا. فلو رضي فخلاص تبقى اتحلت، ونعمل معاه معاهدة سلام دائم مقابل الفلوس والهدايا. ولا هو مش هتلزمه هديتنا في حاجة ومصمم على طلبه، إنه مش عايز مننا غير الإسلام زي ما بيقول فعلا. طار الهدهد وسبق الرسل ورجع لسليمان وحكاله اللي شافه هناك وسمعه، وقال اللي هيحصل. سيدنا سليمان غضب جدا. يا ترى بقى اللي هيحصل بينهم ايه؟ الرسل اللي بعتتهم ملكة سبأ عشان يوصلوا سيدنا سليمان الهدية، أول ما وصلوا وقفوا متنحين مصدومين. ايه المنظر ده؟ جنود من الجن وجنود من الإنس وجنود من الطير، وكمان ملك ما فيش في عظمته على وجه الأرض. ما كانش طبعا قدامهم غير ينفذوا أوامر الملكة، فقدموا الهدايا لسيدنا سليمان. سيدنا سليمان غضب جدا. ازاي أصلا يتخيلوا إن حتى فلوس الدنيا كلها ممكن تغريه وتفتنه عن نشر دين الله، وإنهم استهانوا بكلامه فقال لهم: أنا مش عايز فلوسكم، ربنا عطاني أحسن وأعظم من اللي عطاكوا بكتير. انتوا اللي تفرحوا لما حد يديكوا فلوس وهدايا، لكن أنا لأ. ويلا بقى ارجع لقومك تاني بالهدايا دي، احنا هنجيلهم بجنود مش هيقدروا عليها، وهنخرجهم من سبأ متهانين لو هم ما جوش مستسلمين لدين رب العالمين. فرجعوا الملكة سبأ وحكوا لها اللي شافوه عند سليمان عليه السلام. ملكة سبأ قالت: أنا كنت متأكدة إن مش هيكون زي ملوك الدنيا، وإحنا مش هنقدر على قتاله فعلا. فقررت إنها تروح مع وفد من كبراء قومها عشان تسمع من سيدنا سليمان عن الدين اللي هو بيدعو إليه ده. سيدنا سليمان لما عرف إن الملكة هتيجي مع وفد، فعرض مهمة على أفراد الملأ بتاعه. قال لهم: مين فيكم يقدر يجيب لي العرش بتاعها قبل ما ييجوا عندنا هنا برغبتهم ويكونوا مستسلمين؟ هي اسمها ايه؟ ملكة سبأ دي اسمها بلقيس. وسيدنا سليمان عرف منين انها هتروح عشان تقابله؟ يقال عن طريق الوحي ويقال عن طريق الهدهد. فعفريت من الجن من جنود سليمان من جيش الجن قال بافتخار واقتدار وهمة عالية: أنا هجيبهولك قبل ما تقوم من مكانك، وأنا قوي هقدر أشيله، وأمين كمان مش هضيع منه حاجة.
وواحد تاني قال أنا هجيبهولك في غمضة عين. يعني مين اللي عنده علم من الكتاب؟ يقال سيدنا جبريل عليه السلام، ويقال صاحب صالح ومؤمن لسيدنا سليمان. بما إنه مش جن وعنده قوة خارقة، هيجيب العرش في لمح البصر إزاي؟ بالدعاء. بالدعاء. هيدعو الله باسمه الأعظم، وهو موقن بالإجابة، ويعلم أن الاسم ده إذا دعي الله به أجاب. عشان كده ربنا وصفه بأنه عنده علم، لأن علم أسماء ربنا وصفاته من أعظم علوم التوحيد. فمجرد ما هيدعو هيلاقيه قصاده، وفعلا ده اللي حصل في لمح البصر أو أسرع كمان. بمجرد ما دعا باسم الله الأعظم، سيدنا سليمان لقى العرش قدامه. فلما سليمان شاف عرش بلقيس قصاده، فضل يشكر ربنا على النعم اللي عنده، ويتكلم مع نفسه: أنا عارف إن النعم دي اختبار، يا إما أشكر يا إما أجحد النعمة وأكفر، ولازم كل مرة أنجح في الاختبار ده. واللي بيشكر لنفسه، لأن ربنا كده كده غني عن العاملين. وعبودية الشكر دي لمصلحتنا احنا، لأن ربنا هيزيد الشاكر من فضله، واللي مش بيشكر النعمة مش هيضر ربنا بشيء، مش بيضر إلا نفسه. يعني مش العفاريت اللي عملتها، يعني عفاريت ايه؟ انت بتصدقي في الحاجات دي؟ سيدنا سليمان وجه أوامر للخدم بتوعه وقال لهم غيروا في شكل العرش بتاعها شوية، بحيث لما تيجي نخليها تشوفه ونشوف رد فعلها. وأمر الجن إنهم يبنوا قصر عظيم من الزجاج، وأمر إن تحت القصر الزجاجي ده يكون في مية بتجري بغزارة. جت بلقيس، وكان سيدنا سليمان قاعد في القصر ده، ومعاه خدمه من الجن والإنس والطير، مستني الملكة تدخل عليهم. ولما وصلت بلقيس تخيلت إنها لازم هتمشي في المية عشان تدخل، فرفعت هدومها وكشفت عند رجليها عشان تعدي لجوه من غير ما تبل هدومها. فسيدنا سليمان قال لها إن دي مش مية، دي قصر معمول من الزجاج النقي جدا، والمية تحت منه. بس مش فاهمة إيه فكرة بناء القصر ده. فكرته إنه هيخلي بلقيس تشوف ملك هو أعظم من ملكها، وإن مفيش أي حاجة ممكن تصرفه عن نصر دين ربنا، وكمان عشان ما يكونش عندها شك في قدرة ربنا بعد كده وعطائه وفضله لعباده الموحدين. سيدنا سليمان بعد ما استقبلها ووراها العرش سألها: ده العرش بتاعك؟ فقالت وهي مستغربة جدا كأنه هو. بلقيس كانت امرأة صادقة وذكية جدا في بحثها عن الحق، فلو كانت قالت لا مش عرشي وعرشي أحسن، كان هيظهر إنها مخادعة وعايزة تخدع سليمان عليه السلام، وتتظاهر إنها تابعة له عشان تحافظ على ملكها. ولو كانت قالت لا ده مش عرشي، يبقى هي أنكرت من غير ما تتأكد وما عندهاش أي دليل. وكل ده طبعا كان هيبين شخصيتها قصاد سليمان عشان يعرف يتعامل معاها ازاي. فكلامها كان دقيق جدا كأنه هو. بلقيس لما شافت قدرة ربنا والنعم دي كلها قالت: يا رب، أنا ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والعلماء قالوا لعل ربنا وفقها للهداية بسبب إنها كانت امرأة صادقة. وللقصة بقية في فيديو آخر بإذن الله، مع خالص أمنياتي لكم بكل توفيق وسعادة. إلى اللقاء.